عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة يوميات أم حبيبة وصال ترحب بكم حبايبي مشاهدين ومتابعين من جميع أنحاء العالم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. حبايبي مشاهدين ومعجبين ومشاهدين ومتابعين، ربنا يكرمكم ويوسع عليكم ويسهل لكم الحال يا رب العالمين. ربنا يكرمكم ويكرمنا جميعا حبايبي وأصحابي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. النهاردة بقى روتين يومي في المطبخ، اللي هو روتين الطبيخ اللي احنا كل يوم المطبخ ده اللي مش بنطلع منه مش بنطلع منه خالص. يعني يا مواعين، يا نطبخ، يا نمسح، يا نكنس. اللهم بارك، يعني ربنا يسترها معنا ومعكم. اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يسترها معنا ومعاكم يا رب العالمين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا هعمل معكم بطاطس بصلصة وبرز بشعرية كده، وعندنا حتتين بانيه كده هنعملهم. حيرانين كنا نتغدى ايه، نعمل ايه، نتغدى ايه. ف قلت لهم بصوا انا هدخل المطبخ واللي هيجي قدامي انا هعمله لكم. خلاص تمام يا ماما، اللي انت هتعمليه انا هناكله. طبعا انا ما بستغناش عن الكرسي اللي انا قاعدة عليه ده، بقعد على الكرسي بتاعي في المطبخ طبعا وبشتغل فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. اللهم بارك في صحتنا وعافيتنا وفي أولادنا وفي كل مجال. انت برضو لازم يبقى عندك أكلك وشربك زي ما بنقول، دايما يجعلوا عامر بأصحاب كل بيت بأصحابه. فبس انت لازم يبقى عندك يعني أكلك تبقى عشان تبقى مستورة، ويجي عندك ضيف، يجي عندك حد. أنا من طالما في بطاطس وبتنجان وفلفل في البيت ببقى الدنيا أمان، يعني ببقى أحب أحس بالأمان صراحة. الفول المدمس برضه لما تدمسيه في البيت تحس بالأمان. ليه؟ لو حد مثلا جه عندك بالصدفة وقت مثلا فطار في عشاء، الحاجات دي بتبقى سهلة وسريعة وبسيطة، بتبقى يعني بتعمليها بسرعة. البطاطس دي أهم حاجة، هي والطماطم والفلفل والبتنجان، الخضار عامة يعني يبقى عندك. والفول ده طبعا أمان أمان الأمان كمان لما يكون في البيت الفول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا بيقول الجودة بالموجود، الجودة بالموجود، يعني الجودة بالموجود، يعني انت اللي عندك هتطلعيه. الجودة بالموجود، معنى كلمة الجودة بالموجود يعني ان انت اللي هيكون قدامك في عندك في بيتك هتطلعيه. سبحان الله، يعني ربنا بيقسم الأرزاق وبيقسم كل حاجة. الجودة بالموجود دي يعني سبحان الله، يعني ربنا وناسنا طبعا معلمينا الأمثال الحلوة دي، علشان انت مثلا تبقى عارفين ان الواحد الحاجة اللي عنده يطلعها قليلة مثلا كتيرة. آه عادي، يعني الواحد أهم حاجة انه يكون خير ويدي اللي في ايده مثلا ويساعد غيره. ولو جا عندك ضيف هتأكلي وهتشربيه عادي زي ما بتأكلي ولادك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شايفين البطاطس بتاعت أم حبيبة؟ بطاطس بتطلع لوحدها في الطبق. ما شاء الله، يعني اللهم بارك. البطاطس عندنا بتجري لوحديها. اللهم بارك يا رب العالمين في صحتنا وعافيتنا وفي أصحابنا وأخواتنا وحبايبنا. ويا رب كل اللي معاه قناة ربنا يكرمه ويكرمها، سواء راجل أو ست يعني. كلنا بنجري على أكل عيشنا، كلنا بنجري على أرزاقنا. ربنا يسهل لنا الحال يا رب جميعا بإذن الله رب العالمين. اللهم بارك يا رب في صحتنا وعافيتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
شايفين الطماطم بتاعتي والفلفل بقى بيطلعوا ازاي؟ حركات سحرية جميلة. اللهم بارك يا رب العالمين في صحتنا وعافيتنا وفي أولادنا وكل حبايبنا يا رب، يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معلش بقى الإضاءة مش اللي هي ساعات كده بقى بتبقى. الحمد لله يعني. طماطم بقى، عصير الطماطم عشان نعمل صلصة. شوف تقطيع البصل، انتوا بتقطعوا البصل، بتكون البصلة سليمة وبتقطعوها ايه؟ بتقطعوها. انا بقى البصلة متقطعة وبخليها ترجع سليمة. حاجات يعني حلوة كده عشان تستمتعوا بس بالفرجة على الفيديو. اللهم بارك يعني. ان شاء الله ربنا يكرمنا جميعا يا رب العالمين، وينجح اولادنا يا رب في جميع مراحل التعليم من حضانة الكلية يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. اللهم سعدنا ويسعد أولادنا يا رب العالمين، كل أصحابنا يا رب. يا رب إن شاء الله أولادنا جميعا نلقاهم جميعا في مراكز عالية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. حبايبي بحبكم في الله. إن شاء الله كده يا رب العالمين. كلنا إيدنا تبقى إن شاء الله كده خيرة، وربنا يرزقنا ويدينا من خيرات الله، وندي صحابنا وحبايبنا وندي الناس كلها يا رب العالمين. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا طيبا مبارك فيه. ربنا يسعدنا ويسعدكم يا رب العالمين، ويكتر أفراحنا وأفراحكم يا الله، ويفرجها علينا جميعا، ويجبر بخاطرنا ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يسترنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليه. ربنا يا رب يجعل لنا إن شاء الله جميعا كلنا شجرة تحت الحمد في الجنة إن شاء الله، لأننا بنحمد ونشكر فضله، نشكره على النعم. والحمد لله رب العالمين. ربنا يسعدنا ويسعدكم ويسهل الحال لينا وليكم يا رب العالمين. إن شاء الله كده أفكار جديدة مع قناة يوميات محبي. بص البصلة بقى البصلة رجعت زي ما هي بصل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. بص بقى الشعرية هتطلع من الحلة في الطبق. ما شاء الله اللهم بارك يعني. حاجات بقى ما شاء الله حلوة ليكم كده ودايما يا رب تبقوا مستمتعين معانا بالفيديوهات والتكبير بتاع الفيديوهات. بتمنى أنا من أصحابي وحبايبي إن هم يشغلوا لي قائمة التشغيل علشان تزود معايا الساعات شوية، علشان أنا هي الساعات اللي هي بتبقى ضعيفة عندنا كلنا يعني. حبايبي المتابعين يعني المشاهدين، إن شاء الله كده شغلوا لي بس قائمة التشغيل وربنا هيكرمني إن شاء الله. وأنا بشكركم جدا جدا إن انتوا مثلا ربنا يكرمكم، وأنا حاسة إنه هتلبوا الدعوة، ويا ربنا يكرمكم يا رب ويسهل لكم الحال بإذن الله. برضه الرز بتاعي هيطلع في الطبق من الحلة. بيقول لي خليكي يا ام حبيبي اعمليني كمان شوية. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. والله عملت شوية بطاطس بالصلصة وحبة رز، وكان عندنا كم واحدة بانيه كده، وتعشينا واتغدينا اتغدينا الحمد لله رب العالمين، وحمدنا ربنا شكرنا فضله، وقلنا الحمد لله رب العالمين. إن ربنا كرمنا بالنعمة والفضل من عند ربنا سبحانه وتعالى. وربنا يكرم من الخير، الناس الخيرة اللي هي بتبص للناس التعبانة، ربنا يكرمهم يا رب العالمين ويسعدهم جميعا. اللهم آمين يا رب. السعادة ليكم والخير بين ايديكم حبايبي ان شاء الله دايما. في بني آدم، أنا امبارح كنت في بث مباشر وبقول إن هو كان يعني أبويا الله يرحمه كان زيه كده حنين و... واللي في إيده لغيره. كان أبويا الله يرحمه بيزرع طبعا، في شغال في الزراعة تبع الأراضي، الأرض بتاعته يعني. كان شغال طبعا،
وكان في موسم القمح بيطلع العشر بتاع القمح وبيطلعوا للناس الغلابة. كان بيزرع طماطم وفلفل، جميع الخضروات كان بيزرعها. وكان بيزرع برضو المانجا والبرتقال. يعني ما شاء الله كان الحمد لله كان يعني رزقه واسع وكان بيطلع. هو الحمد لله الله يرحمه ويسامحه طبعا. واحنا كل واحد طبعا، انا واخواتي طبعا كل واحدة في بلد. طبعا ودلوقتي حاليا ما فيش طبعا زي زمان. الأرض لما أمي نحيت الله يرحمها أبويا قعد طبعا يبيعها حتة، كل شوية يبيع منها حتة علشان خاطر العلاج بتاع أمي الله يرحمها. يعني أنا كنت بتمنى إن ربنا يديني واحد زي أبويا، يعني أخد راجل مثلا زي أبويا خير وقيم. والحمد لله رب العالمين اداني واحد ربنا الله يرحمه برضه. جوزي كان أخلاقه عالية جدا، كان راجل محترم الناس كلها بتشكر فيه لحد الآن. وأنا قعدت معاه 14 سنة ما شفتش منه حاجة. الله يرحمه ويسامحه. يعني أخدت 3 سنين خطوبة وأخدت معاه 9 سنين زواج. ما شفتش منه حاجة. الله يرحمه ويسامحه ويجعل مأواه الجنة بإذن الله هو وأبويا وأمي. وربنا يرحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. البني آدم الخير ده ربنا بيكرمه. أنا أمي الله يرحمها لما توفت هي وأبويا لما كانوا بيكحتوا القبر بتاعهم عشان خاطر يدفن يعني الواحد فيهم، كان بيطلع الغلة الذرة اللي هي الغلة البيضة. الغلة الذرة اللي هي البيضة كانت بتطلع من الأرض اللي هما يدفنوا فيها. وجزاهم الله خيرا الناس اللي هي كانت بتاعت الحل اللي يعني اللي بيدفنوا الميتين وكده. ما غيروش ليهم المكان فدفنوهم في نفس الحتة اللي فيها الغلة دي. فبقينا نسأل يعني ازاي كده طلعتوا. راح بيقولوا لنا ايه، بيقولوا لنا الناس اللي هي الخيرة اللي بتدي وبتعطي الناس يعني بدون حساب ربنا بيكرمها بالخير بتشوفه أول ما تدخل القبر بتاعها. ربنا يكرمهم جميعا إن شاء الله ويكرمنا يا رب العالمين زيهم يا رب. اللهم آمين يا رب. ادي الحمد لله اهو عملنا عملنا حبة بطاطس وحبة رز وحطينا حبة مخلل وادي البانيه اهو. ما شاء الله اتغدى انا والعيال وزي الفل. وحمدنا ربنا وشكرناه وشكر نعمته وفضله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فيديو جديد.